بسم الله الرحمن الرحيم. العالم الجليل حورس ابن أوزوريس وإيزيس هو رمز القوة والعدل والحماية في التاريخ المصري القديم. ولد حورس بعد مقتل والده أوزوريس، فنشأ على الحق والقصاص، وخاض صراعا طويلا ضد عمه ستة لاسترجاع عرش أبيه وإقامة النظام. وكان حورس يمثل الخير في مواجهة الشر، والنظام في مواجهة الفوضى، ولذلك اعتبره المصريون القدماء حامي الملك ورمز الملوكية المقدسة. ومنذ عصر الأسرة الأولى كان كل ملك في مصر يلقب بحورس الحي، أي أن الملك على الأرض هو تجسد لإرادة حورس في السماء. ومن رموز حورس العظيمة عين حورس التي أصبحت رمزا للحماية والشفاء، وكان يستخدمها المصريون تميمة لجلب الخير وطرد الشر. وهكذا ظل اسم حورس مقترنا بالعلم والملك والعدل، حتى صار من أقدم الرموز وأشهرها في الحضارة المصرية. وهذه هي قصة العالم الجليل حورس، حامي العرش ورمز النظام في مصر القديمة. وانتظروا الفيديو الكامل على القناة.